يا اخي ريال مدريد ده مبهر مبهر جدا، انه كل السيناريوز بتلاقي في الاخر ريال مدريد هو اللي بيكسب. انا بفرحان اني بشجع ريال مدريد. بالتاكيد هارد لك لجمهور برشلونه، عملوا جيم كويس جدا 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 النهارده. انا ما اقدرش الوم تشافي على اي حاجه بصراحه في ماتش النهارده من وجهه نظري، لان الراجل كان افضل في جزء كبير جدا من فترات المباراه. لما انشيلوتي عدل شويه حاجات في التكتيك وفي الاسماء، الفرقه، بلاش تقول تكتيك، لما عدل الفرقه ظبطت. اولا برشلونه كان عنده مساحات كبيره جدا يتحرك فيها في نص ملعب ريال مدريد، ان ريال مدريد اختار تشاوميني وكامافينجا يلعبوا الاثنين، واحد باك ليفت واحد مساك، فنص الملعب فاضي في وجود توني كروس، لان لوكا مودريتش بيطلع يضغط من قدام هو فالفيردي. ففي خرم كده كان بيتعامل معاه ريال برشلونه الشوط الاول كتير جدا. ليفا كان بينزل يستلم زي ما هو عايز الشوط الاول، وكان كل الوقت جمع لعب ناحيه الشمال او العب على لامين يامال. لامين يامال يتحط واحد على واحد، ولامين يامال محطوط واحد على واحد مع كامافينجا اللي هو جامد جدا ما بيترقص، لكن التاني ده عليه ستارت مرعب، فو بيسقط نقله ويطير، خطير لامين يامال. فبرشلونه يتقدم، ريال مدريد بيرجع تاني في النتيجه، التعادل 1-1. ويا جماعه خلي بالكم، لعيبه كوره جامده جدا وشغل عظيم. انت بتتفرج على كوره مبهره بجد والله العظيم بين الفرقتين. وانا النهارده بتكلم عن بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو، عن لوكاس فاسكيز. بقى شوف الاسماء دي كلها كوم، ولوكاس فاسكيز كوم تاني خالص، لانه عمل حته مباراه. انا ما شفتش في حياتي ماتش حلو قد لوكاس فاسكيز النهارده زي ما لعبوا النهارده. 2 اسيست، عامل ضربه جزاء، عامل اسيست، مسجل جون حلو جدا في غلطه كبيره جدا من كانسيلو. الشوط الثاني فضل برشلونه راكب، وفضل برشلونه هو الاقرب انه يسجل، والتغييرات بتاعت بيدري، باكان ديونج، وفيرمين لوبيز في نص الملعب فرقت جدا معاه. قادر فيرمين لوبيز انه يسجل، وقبليها مضيع واحده اللي في قلب ال 18. وريال مدريد كل الفرص اللي كانت بتجيله بيضيعها فينيسيوس جونيور. في كوره الواد بيلينجهام استلم الكوره ولف كده وعم عاملها قطريه انفراد طوليه، انفراد لفينيسيوس جونيور ضيعها. باص من لعيب بيودي لعيب تاني انفراد بيضيعها بعد كده. برشلونه بيسجل الجون التاني بتاعهم. وانا بقى عايز اتكلم معاك على شويه التغييرات اللي عملها، لان كان واضح جدا ان انشيلوتي محتاج يعدل الفرقه، ان الفرقه فيها مشاكل. بمعنى كامافينجا ده انا كنت اشوف يرجع يا باشا يلعب نص ملعب، وينزل الراجل يقفل مكانه زي ما عمل كده فران لوبيز، يتحط ناحيه الشمال. الحاجه التانيه تشاوميني يتزق خطوتين قدامه، ميليتاو ينزل. انا كنت بقول الكلام ده من بين الشوطين، بس هو اختار انه ياخر التغيير. مع وجود التغييره دي الفرقه فرقت. التوفيق بقى عند ريال مدريد في ايه؟ ان كانسيلو، وده اللي ما تلومش عليه تشافي، غلط غلطه مرعبه. الحقيقه الكره الكروس اللي اتعمل وجي منه جون التعادل، الكره كانسيلو واقف تغطيه عكسيه بصراحه مستحيل تطلع من لعيب بيلعب في الليفل ده. الكره تلعب كده وتيجي من وراه، كانسيلو يحط الكره ببطن رجله. في الوقت ده كان لوكا مودريتش مع وجود تشاوميني في نص الملعب، مع النفس اللي ابراهيم دياز، وابراهيم دياز ده لعيب من اللعيبه البول كارير اللي بياخد الكرة يمشي بيها 30 40 ياردة. عملها مرة واثنين والثالثة جه منها الجون، لان في كرة الجون اخد بيدري في ظهره واخد لعيب تاني في ظهرهم وكمل بيهم، وقام رايح فاتح الكرة عند لوكاس فاسكيز، عرضية راحت لبيلينجهام اللي بيطلع من خرم ابرة بيحط الكرة ببطن رجله في الجون. انا كنت بشوف ان الحقيقه فكره ان خروج ليفاندوفسكي ما اقتنعتش بيه قوي. ليه؟ ليفاندوفسكي في الاخر عامل عمق وبيقدر ينزل يستلم، لكن مع ما ينزل فيران توريس وينزل جواو فيليكس الاثنين بيتحركوا بره كتير، فريحت لعيبه ريال مدريد نسبيا، خاصه مع شويه التغييرات اللي عملها انشيلوتي لما بيعدل الفرقه تمشي على الميه خطيره وحاجه. ودي حاجه مبهره بجد في شخصيه ريال مدريد. انا مش عارف، احيانا ماتشات كتير يعني وانا بشجع ريال مدريد، مانشستر سيتي كان افضل في معظم الجيم، برشلونه النهارده كان افضل في معظم الجيم، لكن الفرقه عندها عقيده مرعبه ان هو هيعرفوا يكسبوا، فبيعرفوا يكسبوا. بيقدر يرجع عادي جدا، ما عندوش ازمه، ما عندوش مشكله، فقدر ريال مدريد يكسب. حقيقه ريال مدريد عن مجمل الموسم فهي ليجا مستحقه مليون في الميه، 11 نقطه ان ريال مدريد يتوج بالليجا. الناحيه الثانيه بقى عنده معركه مع بايرن ميونخ، ودي بقى ساعتها نتكلم فيها كتير. لكن جيم مرعب، ماتش حلو قوي 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 قوي، واحد من احلى ماتشات تشافي، خلاص اللي بيودع بقى مسيرته مع برشلونه. وهو الراجل ما عندوش حاجه دلوقتي غير انه يمسك في المركز الثاني عشان يلعب السوبر السنه الجايه، السوبر الاسباني. وريال مدريد هيبدا بقى يريح لعيبته ويستعد ويشوف كميه الاصابات المرعبه، لان انشيلوتي بصراحه يأثر الجاكيته البنطلون يضرب. فهتلاقي كامافينجا باك ليفت وديفندر لغايه ما نجيب باك ليفت، تشاوميني باك ليفت وديفندر مساك وديفندر لغايه ما نجيب لوكاس فاسكيز باك رايت وجناح، وهكذا بقى. اقعد دشمل الفرقه، ده بيلعب هنا وده هو عمال يرقع في الفرقه، وفي الاخر بيعرف يعمل ده. انا بحب انشيلوتي جدا جدا لانه راجل اكسلانس، هادي، مدرب بيعرف يتعامل مع الناس كويس جدا، ما بيتكسفش ان فينيسيوس جونيور طالع متضايق ومقير يروح يتكلم معاه، وبيعرف يطلع ذا بيست من اللعيبه. ودايما ده كلام بيلينجهام اتكلم بعد الماتش بتاع السيتي،
قال لك احنا دايما بيطلع ذا بيست مننا. الراجل حاجه مرعبه يعني بصراحه انشيلوتي. ومبروك لريال مدريد الليجا، ومبروك لريال مدريد ان شاء الله كمان الشامبيونز ليج. هارد لك لجماهير برشلونه.